اللهم إن كنت محسنا فاقبلني، وإن كنت مسيئا فارحمني، وفرج عني كل ضيق، ولا تحملني بلطفك ما لا أطيق. السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب ويفتح لنا ولكم أبواب الرزق أينما كنتم وأينما نكون. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات للفيديو ده. بصوا بقى، صباح النشاط والرغاوي. مين بقى اللي ما شافتش الرغاوي دي وعايزة تقوم كده تاكل المطبخ بتاعها أكل كده تفرمه؟ بصوا، أنا النهاردة بقى ايه، قلت لا ما بديهاش، الايام بتجري، كل سنه وانتم طيبين، فاضل كام يوم وهنصوموا طبعا ال10 ايام. ربنا يقوينا ويقويكم يا حبايبي ويكرم كل واحد يا رب، ويقدرنا على الصيام ويقدركم، امين يا رب العالمين، ان احنا نصوم ال10 ايام دول بتوع ذو الحجه. فطبعا انتوا بتبقى الواحد صايم بيبقى مفرهد فمش قادر، فان انت تقومي وتعملي شغل كتير فبتبقى صعبة شوية. كفاية عليك هتقومي تعملي فطارك وفطار اولادك لو هم صايمين، فده كفاية قوي. فبصوا بقى، قلت ايه، ما بديهاش بقى في الايام اللي هي احنا ايه ديت، اللي هم ال3 ايام دول، نعمل فيهم حاجة في حاجة كده عشان تنجزي، عشان خلاص كل سنة وانت طيبة، العيد قرب. يجي كده العيد ويلاقيكي بيتك مفروش ومتهنية فيه وفرحانة بيه وبأولادك يا رب وبنجاحهم يا حبيبتي، ويخليهم لك ويرضيهم لك، امين يا رب العالمين. فانت ايه لازما ايه ترتبي كده يومك. تقومي كده يا حبيبتي، لو وراكي حاجة اعمليها، مش لازم تكركبي الدنيا كلها. بصوا، انا اخدت المطبخ بتاعي دوت عشان هو مش كبير، خدته كله مرة واحدة. فانت لو شايفة ان انت مش قادرة، خدي ضلف الدولاب واحدة، ضلف الدولاب مطبخ، تلاجة يوم، الحلل والحاجات ديت يوم، يعني رتبي نفسك، قسميه. الشفاط والشباك يوم، قسمي نفسك، شوفي انت قادره ان انت تعملي ايه. انا عشان طبعا يعني سهل بسيط، لقيته ان هو ايدي كانت فيه برضو، بس هو كان متسخ برضو شويه، فقلت ما بديهاش، حاجه جرت حاجه جرت حاجه، خلصته كله مره واحده. وبصراحه كانت التلاجة، لا التلاجة، بصوا العيال فعلا عايزين انت اللي تقومي تعملي كل حاجه بايدك. لو كسلتي يوم تلاقي الدنيا دربكت وما انتش قادره ان انت تعملي حاجه خالص، وتلاقي الدنيا بقى ايه بهدلوها وبوظوهم. ربنا يهديهم ويصلح حالهم، امين يا رب العالمين. ما تنسوناش كده في اللايك والشير والاشتراك في القناه، واللي ما اشتركش في القناه يشترك. في كتير قوي يا حبايبي بيقعدوا يتفرجوا على الفيديوهات ومن غير ما يشتركوا، فانتوا لا اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد وعيلتنا تكبر بيكم يا حبايبي. وبرحب بكل اللي دخل قناتي جديد، شرف على دماغي، شرفتوني وكبرتوني، وعيلتي بتكبر بيكم. ماشي كده يا حبايبي، صلي على النبي كده واستغفري كتير. قومي بقى ايه، من اول ما تقومي كده من النوم صلي ركعتين، واعملي لك بقى كوبايه قهوه. اللي بتشرب نسكافيه تعمل لها كوبايه النسكافيه، اللي ما بتشربش ده كوبايه شاي. المهم تشربي حاجه، ليه؟ عشان تفوقك كده وتخشي على المطبخ بتاعك بقى ايه، تديله بقى مرش كده وايه، تمرشيه، تاخديه فمين زي ما بيقولوا. بصي يا حبايبي، انا مسكت التلاجة بقى ايه غسيل، والفريزر. يعني انا في حاجات كنت بقفل الكاميرا وبعملها بقى. الفريزر برضو فضيته ونظمته ورتبته وكل حاجة بقت زي الفل. بصي انا قاعدة بقى من ساعة ما خلصت دلوقتي بسجل لكم الفيديو، مش عايزة حد يخش المطبخ، مش عايزة حد يقول لي اعملي لي اكل، مش عايزة حد يقول لي اعملي لي كوباية شاي. اكني قافلة عليه، عايزة اقفل عليه باب والله. من كتر النظافة والحلاوة اللي هو بقى فيها، خلاص بقى ان انت مش عايزة حد يبهدل فيه حاجة تاني. بصي بقى كده يا حبايبي، استعيني بالله كده وقومي بقى ايه، اعملي لي اي حاجة. انا عملت التلاجة وبعدها هعمل بقى ايه كله، هتلاقيني دخلت على كله. بصراحة التلاجة كانت ايه متوسخة، كانت ان هي عايزة تتعمل برضو. بقالها اهو يجي برضو فترة، فاللي بيجيب ويحطوا كده، وقلت بالمرة برضو عشان ايه لو هنجيبوا حاجات للعيد، مشتريات للايام اللي احنا هنصوموا فيها برضو، مش نقدروا ننزلوا كده، فتبقى ايه نضيفة واحط حاجتي على نظافة.
على فكرة يا حبايبي، طول ما انت ايدك في الحاجة هتبقى نظيفة وجميلة ومش هتستاخد منك مجهود بعد كده. حتى لو انت عايزة تعملي حاجة بسيطة هتلاقيها بتنضف معاكي بسرعة، ومش مستاهلة ان انت تقعدي تغسلي وتكركبي الدنيا على نفسك. ده المقصود من كلامي، ان انت تهوني على نفسك. لما تلاقي حاجة متوسخة فانت قومي اغسليها على طول، ما تسيبيهاش. طول ما انت هتسيبيها هيتكوم عليها الدهون وهتتكركب مثلا زي التلاجة، فيبقى صعب عليكي قوي وهيتكركب، هتفضلي مطنشه وتقولي بكره بكره بكره، وهيتقل عليكي، هتبقى ملكيش نفس ان انت تعملي الحاجه. فلا، ساعات ان احنا بنتعب وبيجي لنا وقت ان احنا مش قادرين ان احنا نقوم او كده، بس لا، خلي عندك ايمان كده وطاقه ان انت تقومي وتعملي الحاجه. حتى لو انت مش قادره يوم 2 3، بس لازم ان انت تقومي وتعمليها، ما تكسليش عنها وتسيبيها بالشهور او بالاسابيع او كده، لا يا حبيبتي. وانا طبعا كده ده روتين تشجيعي ليا وليكو، يعني ليا الاول قبل ليكو، عشان تقومي وتتنشطي وتشجعي ان انت تعملي حاجه. طبعا الايام بتجري والعيد داخل علينا، كل سنه وانتم طيبين. فيبقى عندك حافز ان انت تقومي تعملي حاجتك بدري بدري كده. كل سنة وانتم طيبين. يا رب يجي العيد على كل بيت عنده هم، ربنا يزيل همه، ويجي العيد على كل بيت يلاقيه فرحان وسعيد ومتهنيين يا رب. بصي يا حبيبتي، ده دولاب النيش عندي في المطبخ. بنحط فيه حاجات بسيطة كده اللي هي مستلزمات يعني المطبخ. فبصوا مسكته كل المطبخ، انا يعتبر ان انا غسلته ودعكته الصراحة. هو يمكن الفيديو ده نزل لكم 15 دقيقة ولا اقل، بس انا قعدت فيه بالظبط 6 ساعات. 6 ساعات بعمل فيه، ما طلعتش منه خالص. فطبعا عشان كده انا بقولك لما يكون عندك حاجة، لا انا ممكن كنت عملت نصه ونصه تاني يوم، بس الصراحة قلت لا، انا عندي اكل النهاردة، فقلت فرصة. وابني المدرسة مش بتاعته مش جاية النهاردة، فقلت برضو دي اكتر حاجة فرصة ان انا اعمل براحتي. ابني في KG 2 رايح جونيور 1، فبديله درس اللي هو يعني يبقى فاكر يعني الحاجات. انتوا عارفين الاطفال طبعا ربنا يحفظهم ويحميهم من الالعاب والحاجات اللي هم بيقعدوا ينزلوها ويتفرجوا عليها. فربنا يهديهم يا رب ويهدي اولادكم. فطبعا بيبقى مشغول فبيجي ينسى، فبديله كده حصتين في الاسبوع، بيبقى فاكر يعني يفتكر الحاجات عشان لما يجي يدخل بقى المدرسة وعليكم خير. بصوا كده، المساحة دي حلوة قوي قوي يا بنات، بتلف 180 درجة، يعني هي بتفضل تلف كلها كده، حلوة قوي. انا كنت شاريها من فتح الله 175. الكلام ده بقى لها فترة، مش عارفة دلوقتي بصراحة بكام، بس جميلة جدا. هي ليها الغيار بتاعها دوت، بس دي انا بسيق بيها الارض وعملت بيها الحيط النهاردة. جميلة، سهلت عليا ان انا اطلع فوق ومش عارفه وكده. الكسوه بتاعتها دي الغيار بتاعها انا بشيله. بصوا بتدخل اماكن انت ما انتش عارفه تدخليها، فجميله جدا. الكسوه بتاعتها دي انا بغسلها وبنقعها بكلور وديتول وبتنشف، وبعد كده بستعملها برضو في اي حاجه تاني اللي انا بمسح بيها الارض، بعمل بيها الحيطان. جميله جدا. بصوا بقى، المطبخ عندي فعلا كان متكركب. ليه؟ عايزه حله ومستعجله اقوم دافساها في اي حته، عايزه مش عارفه اقوم يعني عيالي الله يبارك لهم ويهديهم ويهدي اولادكم. بصوا يروحوا يجيبوا ويقوموا يدافسين برضو اي حاجه كده. طبعا مفيش غنى عن الام وايديها برضو في الحاجه، هي بتبقى عارفه حاجتها فين ومرتباها. بصوا اللي بقول لكم، بصوا الشباك كله فعلا دهون فظيعه قوي. شفتوا الشتاء يا بنات النهارده؟ شتاء تلج. انا قمت الساعه 8:30. انا بصوا بقول لكم ان الشفاط فكيته كله، وهفك برضو السلك اللي هو دوت، بس لما اغسل الباب التاني، عشان طبعا ما خاف فار يدخل لي ولا حاجه، اعوذ بالله لا قدر الله، خاف منهم قوي يا بنات، بترعب منهم. فطبعا غسلت الباب الاول الازاز وركبته، وبعدها شلت السلك. نرجع بقى للشتاء. شفتوا الشتاء؟ انا قمت الصبح الساعه 8:30، لقيت ان الدنيا، انا اتخضيت والله. انا قلت ايه ده، اتخضيت والله يا بنات. الشتاء كان تلج فعلا، بتشتي تلج، مع ان احنا في شهر 6، يعني احنا خلاص
ده اخر 6 وبتشتي تلج. انا مش عارفه في ايه، ربنا يرحمنا فعلا من الايام ديت. ما تعرفوش ده غضب على البني ادمين، غضب عليهم، ولا ده ايه يعني؟ بس ده لطف ورحمه برضو، لطف ورحمه من ربنا علينا يعني. فربنا يلطف بينا يعني ويرحمنا من البلاء ده والله. بصوا يا حبايبي، انا مسكت بقى البوتاجاز، بصوا فرمته، شلت الحاجات بتاعته. انا بص بستعمل سترس واللهلوبه، دول بصراحه اكتر 2 انا بستعملهم في المطبخ عندي، لازم يكونوا موجودين. جربت حاجات تانية بس ما كانتش معايا كويسه. سترس الى حد ما بصوا ما بيأثرش في الايد الصراحه، ما بيتعبش الايد. الباور لا بيتعب، السترس حلو. واللهلوبه ده حلو قوي للحوض يا بنات، بيخلي الحوض يبرق ويلمع وتحفه. بصوا بقى، فرمت البوتاجاز فرم كده. انا الاول رشيت عليه سترس، وقمت جبت ميه سخنه وحبه كوريكس الوان وحطيتهم. بصوا الحوض بقول لكم ان هو بقى يبرق. طبعا ما ننساش الغساله، لا مش هنغسل كله وهي لا لازم برضو نديها تلميعه كده وشطفه حلوه من بره وجوه وكل حاجه، عشان يبقى كل حاجه فعلا اتغسلت معايا وبقت زي الفل. حبايبي بقى ما تنسونيش في لايك يا جماعه، وكومنت حلو منكم، واشتراك في القناه. اللي ما اشتركش في القناه يشتركوا يا حبايب قلبي. ربنا يجعله عيد حلو على الجميع يا رب، وعيد سعيد على الكل. انت بقى قومي كده تنشطي، شوفي بقى اي حاجه اعمليها، اعملي ضلف الدولاب، بوتاجاز، اعملي شفاط، اعملي اي حاجه. بصوا المنظر، بوريكم اللي انا خلصت دعكت الارض. بصوا مرشتها اكتر الوقت كنت بقفل الكاميرا، بس بصوا بوريكم ان كل حاجه بقت بتبرق. بصوا الفريزر نظمته بقى حلو، التلاجة بقت زي الفل تشرح القلب. بصوا تحفه، الادراج نظمتها كله انا نظمته وبقيت فله شمعة منورة كده. الميكرويف كله اتغسل وكل حاجة اتعملت. يلا قومي تشجعي بقى كده زي ما انا اتشجعت كده يا حبايبي. يلا اشوفكم في فيديو جديد. ما تنسوناش بس في اللايك والشير وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مننا. اشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.